اهلا الحبوبات ديالي، مرحبا بكم معايا اليوم في نهار جديد، وصفه جديده، شهيوه جديده، وكنتمنى انكم تكونوا ناشطات فرحانات، ما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. ولكن انت حبيبه مازال جديده معايا ولا كتزوريني لاول مره في القناه، كنطلب منك تابوناي معايا في القناه وما تنسيش تفعلي زر الجرس باش توصلي بكاع الوصفات الشهيوات بحال هكا اللي كنحط. وغادي نقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. المهم غادي ندوزو نهضروا على الوصفه ديال اليوم، فهي عباره عن حلوه، خصوصا انا دابا العيد قرب ان شاء الله. المهم حليوه زوينه اقتصاديه. الا قلت لكم اقتصاديه راها اقتصاديه، يعني بمكونات بسيطه سهله، كتخرج 52 حبه تقريبا، خرجت لي انا 52 حبه، يعني على حساب الكبر اللي غادي ديروا. سهله المذاق، يعني ماشي تسمعوا اقتصاديه وتقولوا ماشي شي حاجه زوينه، راها اقتصاديه في نفس الوقت. المذاق راه جد رائع، روعه، لا في المذاق ولا في الشكل لا في كل شيء. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، وكتجي من الداخل معلكه وبنينه. المهم غادي نخليكم تجربوها، واللي جربتها ما تنسانيش ترجع لي التعاليق، وما تنسونيش في لايك كذلك. غادي ندوزو دابا ونشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نستعملوها في هذه الوصفه هذه هي بيضه، غديروا بيضه كامله بسم الله. غادي نحتاجو هنايا زبادي اولا ياغورت على حساب، انا خديته هنايا بنكهه الفاني. بامكانكم ديروا هذا بنكهه الفاني اولا بنكهه الشوكولا، المهم الاختيار كيبقى راجع لكم نتوما. انا خديت هذا الشكل، هذا كريم ديسير بحال هكا. يعني شوفوا نتوما فاش كترتاحوا، يعني اي نوع بغيتو ديروا، يعني بحال يكون بحال هذا الشكل هكا كريمي، يعني اي نوع غير هو يكون شكله هكا كريمي. غادي نديروه هنا نفس هذا الكاس هذا نتاع الياغورت، غادي نعبروا به الزيت والسكر. هانتوما شفتوا بنفسه عبرت الزيت، هانتوما القياس نتاع السكر، ونضيفو حتى هو، نخلطوا هذا الشيء هذا كامل. غادي نستعملوا هنايا الضرب اليدوي اولا الفوي باش نخلطوا هذا الشيء مزيان. عندي هنا 4 معالق كبار نتاع نشا الذره او المايزينا او الكورني فلاور، غادي نضيفهم حتى هما لهذا الخليط هذا. من بعد غادي نضيفو هنايا الدقيق، دقيق فارينه او الفورس. الدقيق كيبقى على حساب نوعيه الدقيق، يعني كاين الدقيق اللي كيشرب بزاف، كاين اللي ما كيشربش، يعني على حسب نوعيه الدقيق غادي نزيدو. هادشي علاش نزيدو غير بشويه بشويه ونشوفوا. هانتوما كتشوفوا كيف رجعات العجين ديالي بحال هذا الشكل هكا، القوام ديالها يكون بحال هكا وما يكونش كيتلصق، ما يكونش تيتلصق بحال هكا. هزات لي تقريبا 380 غرام نتاع الدقيق، انا قلت لكم الدقيق على حسب النوعيه نتاع الدقيق اللي عندكم. المهم دابا غادي نخليو العجين ديالنا على جنب وندوزو باش نوجدوا الحشوه. هنا الحشوه خديت ليها 100 غرام نتاع الكوكو اولا الكوك اولا جوز الهند، خديت هنا 100 غرام. غادي نضيف عليها مربى المشمش، غادي تزيدوا عليها تقريبا 2 أو 3 ديال المعالق كبار على حساب نتوما شنو كتبغيو، لانه الا زدتوا فيها هكا 3 كتجي معلكه احسن من الداخل، كتجي المذاق ديالها زوين بزاف. يعني كتبقى اختياريه، ديروا 2 معالق كبار اولا 3. نزلت المعلقه الثانيه، نحاول نخلط بيدي. هنا غادي نرجع للعجين وغادي نبدا نشكلها بحال هكايا، نحربلها بحال هكا. يعني حاولوا ما ديروهمش كبار، ديروا في راسكم. غادي نعاودوا نديروا الحشوه لداخل باش ما يجيوناش الحليوات كبار بزاف، ما كيجيوش زوينين. يعني هانتوما كتشوفوا القياس اللي درت، نحربلهم غير بحال هكا ونحطوهم هنا. هنا من بعد ما حربلت هاد الحليوات كاملين هانتوما كتشوفوا غادي نشدهم ونبقى نضغط عليهم بهذا الشكل هكا. وغادي ناخذ شويه د الحشوه ونديروها هنا
وغادي نحاولوا نجمعوا هاد الحليوه هذه، نحاولوا ان الحشوه تبقى لداخل ما تخرجش على برا بهذه الطريقه. هانتوما كتشوفوا كي درت ليها، نقرصوها بحال هكا ونعاودوا نحربلوها بهذا الشكل هكا، ونحاولوا نجيو هنا في الجناب ما نخليوهاش غاديه طويله، نجمعوها بهذا الشكل هكا باش تجي هكا. نتوما كتشوفوا كي جايه بحال هذا الشكل هكا بغيناها تكون. ناخذ واحده اخرى نعاود نجمعها هي من الجناب هكا. ديما الحشوه خاصها تبقى لداخل. هانتوما نقرصوها بهذا الشكل هكا باش كتجمع، باش ما كتعاودش تحل. ها هي، ونعاودوا نحربلوها في نفس الوقت. ما نساوش داك الجنيبات هكا. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها جاي زويون. ها هي مجموعه من كاع الجهات. نزيد معكم واحده اخرى. المهم غادي نستمر على هذا الشكل هكا حتى نسالي الحليوات ديالي كاملين. بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروا شي حاجه اخرى كتبقى اختياري. غير هي هاد القضيه نتاع مربى المشمش وهاد الكوكو كيجي زوين، كتجي معلكه من الداخل. هانتوما بنفس الطريقه غنبقى نقرصها بشي شكل هاد نقرصها. هنا من بعد ما وجدت الحليوه ديالي ودرتها انا في لاطه، درت ورق الزبده اولا ورق الحلويات، ودابا غادي ندخلها الفرن اللي سبق لي وسخنته على 180 درجه. ما تغفلوش عليها. المهم انا غير توجد ورجع معكم. البنات هي الحليوه ديالنا من بعد ما وجدت كتكون على هذا الشكل هكايا. هانتوما بحال هكا، وهنا كذلك شي شويه محمره ضروري لان كتكون محطوطه هكا. عندي هنايا الشوكولاته الاسود درتو في بامارين او حمام مريم. وديما كنقول لكم فاش ديروا شي حاجه بحال هكايا الشوكولاط يذوب تزيدوا فيه واحد شويه نتاع زيت المائده كيعطيه واحد اللمعان. غناخذوا الحبه بحال هكا. عندنا الاختياري اننا نديروها بحال هكا، يعني كيبقى راجع لكم الطريقه اللي ارتحيتوا فيها باش ديروها. وتبقاو تكبوا عليها الشوكولاط من الفوق، تاخذوا فرشيطه من تحت اولا شوكه هكا بهذه الطريقه. هذه الطريقه الاولى اللي بغيتو ديروا بها، نحطوها هنا. اولا غادي تاخذوا عندكم طريقه ثانيه، غتاخذوا الحلوه هكا عادي وتغمسوها هكا. ها هي واجده، ولكن انا كنفضل الطريقه الاخرى ما فيهاش الروينه بزاف، وفي نفس الوقت الحلوه ديالنا كتقاد فيها الشكلاط مزيان. علاش انا كنفضل هاد الطريقه هذه. ندير الفرشيطه من تحت في الشوكه ونبدا ندوز ليها الشكلاط بحال هكا. غادي نصايبوا النص نتاع الحلوه ديالنا بهذا الشكلاط الاسود هذا، والنص الاخر غادي نديروه بالشكلاط الابيض. بطبيعه الحال حتى الشكلاط الابيض غادي نديروا له نفس الطريقه، نديروه في حمام مريم او بامارين، نزيدوا عليه شويه زيت المائده ونبداو نديروه بنفس الطريقه هكا. هنا كيف كتشوفوا بنفس الطريقه غادي نديروا الشكلاط الابيض، نديروه هنا فوق الفرشيطه ونبقاو نصبوا عليه هكايا الشكلاط من الفوق. هاد الطريقه كتكون احسن، ونراقبوا مزيان الجناب واش وصل لهم الشكلاط ولا لا، لان راه الا كبينا مزيان راه غيوصل، غير كما كان الحال نردوا بالنا. نتوما كتشوفوا بهذا الشكل هكا بهذه الطريقه. ها هي كيف دايره. غنبداو نحطوهم هنايا.
البنات هانتوما انا كتشوفوا درت كورني هنايا، درت فيه الشكلاط الاسود باش غنزوق به الحبات اللي درت بهم الشكلاط الابيض. غادي نسدو بحال هكا. هذا الكورني درتو بورق الزبده او ورق الحلويات. غادي نبدا نزوق بهذا الشكل هكا. بطبيعه الحال حتى بردنا مزيان هذا الشيء هذا اللي درنا لهم في الاول، داك الشكلاط اللي درنا لهم في الاول حتى برد مزيان عاد غادي نزوقوه. غادي نديرو هنايا نفس الشيء بالشكلاط الابيض، غادي نزوقو به هاد الحليوات هادو اللي بالشكلاط الكحل. بسم الله بنفس الطريقه. غنكمل على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الحليوات اللي بقاو كاملين. هانتوما البنات كتشوفوا الشكل النهائي نتاع الحليوه ديالنا. كيف قلت لكم عجين وحده وخرجنا منهم جوج تشكيلات زويونين، لا في المنظر ولا في المذاق روعه. جربوها ما غاديش تندموا عليها. هانتوما كتشوفوها هنا عن قرب كيف جايه زوينه بزاف، وكيف قلت لكم المذاق راه زوين بزاف، غيعجبكم ان شاء الله وغيعجب وليداتكم. يعني حلوه اقتصاديه وزوينه بزاف. غادي ناخذ لكم حبه ونقطعها قدامكم وغادي تشوفوها كي كتجي من الداخل. راه حتى في المذاق كتجي معلكه من الداخل، كتجي زوينه لان داك المربى وداك الشيء اللي درنا لداخل داك الحشوه كتعطيها واحد المذاق زوين. هانتوما كيف كتشوفوها كيف كتجي من الداخل زوينه، يعني المنظر جد رائع. كنتمنى الحليوه اللي درت لكم اليوم تعجبكم، وما تنساوش البنات بارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم في مواقع التواصل ديالكم. ما تنساونيش في لي كومونتير اللي جربتها ترجع ليا التعاليق تقولي كيف جاتها. ما تنساونيش في لي لايك حتى هما، وما تنساوش خصوصا انني كنبغيكم بزاف. غنخليكم دابا ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شهيوه من شهيواتي.